بكم يا عشاق مافيا كورة. أخيرا بعد انتظار طويل جدا جدا وبعد تأخير طويل أوي رجعنا أخيرا. أنا آسف يا جماعة والله العظيم ثلاثة، وبعتذر جدا عن التأخير الطويل أوي ده، بس والله العظيم حصلت لي مشاكل في الجامعة وفي الشغل وحاجات كتيرة وكان ورايا هيصة بجد وفوتت حاجات كتيرة الصراحة من غير أي كلام. أنا فوتت كأس العالم ما اتكلمتش عليه وما نزلتش عليه، وفوتت الميركاتو الأخير، وفوتت اول جوله من السيزون ده. لسه ماتش ليفربول وتشيلسي ملعوب من كام ساعه والله العظيم، وبرشلونه وختافي لسه ما فيش متعادلين برضو من كام ساعه. فحقكم عليا والله العظيم ثلاثه على التاخير ده كله بس كان لازم نرجع بقوه. واديكم شايفين بقى الفيو اختلف شويه ومنظر اختلف شويه. اللي كان متابعني من زمان ال 400 شخص اللي متابعيني من زمان كان اكيد كنتوا متعودين على فيو تاني خالص، بس قلنا بقى يوم ما نرجع لازم نرجع على حاجه نضيفه. بس سيبوكم بقى من التفاصيل دي كلها، وعايزكم تركزوا معايا علشان السيزون ده احنا هنتكلم فيه كتير قوي وهننزل فيديوهات كتير قوي، لان الفتره اللي جايه وخصوصا الموسم ده هيبقى مختلف عن المواسم اللي جايه، بس لاسباب كتيره جدا. بسبب الدوري السعودي اللي دخل يتخانق مع الدوريات الخمسه الكبرى، بسبب الميركاتو الغريب اللي عمال بيحصل الفتره دي، وبسبب ان حاليا بسبب خناقه الدوري السعودي مع اللعيبه التقال اللي في اوروبا، خلت فرق اوروبا كلها وخلت الكبار اوروبا 5 دوريات الكبار اللي في اوروبا يبقى عندهم حساسيه كده شويه. ده غير طبعا دوري الابطال اللي هيبقى بنظام جديد وهنتكلم عليه ده بتفصيل قوي بس في حلقه جايه. انا عارف ان انا طولت في الانترو، بس والله كان بقالي كتير ما اتكلمتش وكنت عايز اتكلم واطلع بقى كل اللي جوايا. فقبل ما نخش في الحلقه انزل دلوقتي دوس زرار اللايك، وما تنساش تفجر زرار الاشتراك علشان هننزل حلقات كتيره جدا الفتره الجايه، وتنساش تفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقات اول ما تنزل. يلا بينا عشان ما اخرش عليكم، يلا بينا نخش في التفاصيل. طيب خلينا نبدا بالدوري السعودي اللي عمل ثوره كبيره جدا، وخصوصا في الميركاتو ده خصوصا اكتر واحد من ساعه ما هم من ساعه ما كانت البدايه من كريستيانو رونالدو اما راح النصر، وبعد كده بدا يجر وراه لعيبه تانية كتير جدا هنتكلم عن التفاصيل دي كلها. بس الدوري السعودي ده دلوقتي بقى عامل ثوره في الميركاتو، خلت اوروبا بقى عندها حساسيه من الدوري السعودي، بقت مش عايزه اللعيبه تروح هناك، وده خلى اوروبا وخصوصا ممكن نقول في الدوري الانجليزي اكتريتهم ان الفرق ما بقتش عارفه بعضيها، ما بقتش عارفه مستويات بعضيها. احنا مثلا كنا السنين اللي فاتوا كنا بنقيس كبار اوروبا كلهم على اساس الدوريات بتاعتهم وعلى اساس دوري الابطال. هل الفرقه دي مرشحه انها تكسب الدوري بتاعها خصوصا لو دوري انجليزي، وهل هي مرشحه انها مش تكسب تنافس على دوري الابطال وممكن تتخانق وتبقى على الاقل توصل لنص نهائي في دوري الابطال. كنا طبعا بنختار ريال مدريد وبرشلونه اللي ما لهمش اي نقاش، دايما بيبقوا معانا في كل سنه في كل موسم في دوري الابطال. وبرضه بيبقى معانا كبير بافاريا بايرن ميونخ، مفيش برضه اي كلام عليه. وكان بقى بيبقى فيه فريقين 3 من انجلترا اللي هم بيتنافسوا على الدوري الانجليزي، ساعات بقى بيبقى مانشستر سيتي وارسنال وليفربول، ساعات بيبقى مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وهكذا. وفي اخر 2-3 كان اللي هو المشروع بتاع باريس سان جيرمان، كان برضه واحد من الفرق ممكن نقول في اخر 4 سنين دخلوا برضه في منافسه دوري الابطال. فدول كنا بنقدر نقول عليهم ان هم من كبار اوروبا في اخر كام سنه. بس حاليا دلوقتي بسبب اللي حصل ده الواحد ما بقاش عارف ايه اللي ممكن نقول عليه فريق تقيل حاليا في الفتره دي. حاليا الفريق اللي ممكن الوحيد اللي نقول عليه ان هو متزن ماديا ومعنويا وفي غرف خلع الملابس ومعاهم مدرب من احسن مدربين العالم حاليا هو مانشستر سيتي. مانشستر سيتي حاليا عندهم فريق على الدكه بديل للفريق الاساسي بتاعه. جوارديولا حاليا هو متزن ماديا متزن معنويا، اللعيبه كلها طموحاتها في السقمه، وايرلينج هالاند اساسا لسه جاب جولين في اول ماتش وكان متضايق اصلا ان هو جاب جولين بس. حاليا الفريق اللي احنا نقدر نقول عليه ان هو قوي جدا لدرجه ان هو يقدر ينافس في كل البطولات اللي هيلعب فيها هو مانشستر سيتي. بس بخلاف كده ما اقدرش اقول ان في فريق تاني بسبب ده. في الاخر اللي مش عايزين نقول ان من ساعه ما المعزتين ما سابوا اوروبا ومستوى اوروبا في النازل، او مش هنقول في النازل برضو علشان ما يبقاش الموضوع فيه ضرب في اوروبا، بس ما بقاش الموضوع معروف.
حاليا دلوقتي مفيش الايقونه اللي تخلي الناس تتابعها حتى لو انا مش بشجع الفريق. يعني كان في ناس كتيره جدا كانوا بيشجعوا كريستيانو رونالدو لما كان بيلعب في ريال مدريد حتى لو هم مش بيشجعوا ريال مدريد او برشلونه، ونفس الكلام على ميسي في برشلونه. لكن الكلام ده اختلف، ما بقاش فيه الايقونه اللي موجوده في ريال مدريد او في برشلونه او حتى في فرق الدوري الانجليزي اللي تخلي الناس تتابعها حتى لو هم مش متابعين الفرق دي. ففعلا زي ما انا ما قلت، مان سيتي هو الوحيد اللي مرشح ان هو يكسب كل البطولات اللي بيلعب عليها. يعني سيبك من الكوميونتي شيلد، الماتش الودي اللي هو خسر من ارسنال امبارح ده، الماتش ده ملوش اي معنى من المعاني. يعني هو مش فارق مع الكوميونتي شيلد اصلا، ده ماتش دعايه خيريه من الاخر. يعني هو هيكون فارق معاه اهم بطولتين، هو الدوري الانجليزي ودوري الابطال. وما اظنش ان جوارديولا يعني هيبصوا هيحارب عليهم بايديه واسنانه. انا طولت كتير في الحته دي، بس الحته دي خصوصا كان لازم اقولها علشان ايه؟ الناس برضو تكون عارفه. الناس كتيره مش واخده بالها من الموضوع ده، ان اوروبا لغايه دلوقتي الفرق بتاعتها ما بقتش معروفه. خلينا نبدا بالهلال. حاليا دلوقتي الهلال بيتفاوض مع 3 لعيبه، مع نيمار ومع روميلو لوكاكو او جواو فيليكس. خلينا نبدا بجواو فيليكس. جواو فيليكس دلوقتي هم عايزين لعيب، هم محتاجين، الهلال محتاجين لعيب رقم 9 الاساسي اللي هيشيل لهم هجوم، اللي يقدر يعتمد عليه في المواقف الصعبه، وهو هيبقى رقم 1 في الفريق وكل الكلام ده، زي كريم بنزيما في الاتحاد وزي كريستيانو رونالدو في النصر. بس حاليا مشكله جواو فيليكس حاجتين، ان هو طلع وقالها علنيا ان هو مش عايز غير برشلونه. هو طلع قال انا مش عايز العب غير في برشلونه، هو مش عايز يروح السعوديه دلوقتي لان هو برضو لسه صغير في السن، لسه قدامه كتير قوي يقدمه، مش عايز يروح يحرق نفسه في السعوديه دلوقتي. فيعني انا شايف برضو ان هو برشلونه هتبقى بالنسبه له احسن، وخصوصا ان هو ممكن يعني يكتشف بقى يعني يكتشف بقى موهبته تاني، لان هو اصلا الكام سيزون اللي فاتوا كان مش شايف قدامه من ساعه ما راح اتلتيكو مدريد، لان هو لغايه بنفيكا هو كان زي الفل، وكان موسم عالمي جدا وخطير جدا، وكان هو كريستيانو رونالدو الجديد. بس من ساعه ما راح اتلتيكو مدريد بصفقه كانت عامله 120 مليون يورو، ما بقاش شايف قدامه. راح مالط، ما عملش اي حاجه مع اتلتيكو مدريد، حتى السيزون ولا نص سيزون اللي راحوا اعاره مع تشيلسي، يعني كان الناس بيعدوا له يعني هياخد كام في الماتش بسبب الاعاره اللي كانت نص سيزون دي، ان هو اساسا ما عملش حاجه فيها، غير ان هو اتطرد ماتشين اصلا، ولا لا ما لعبش ماتشين حاجه كده. فهو ما عملش اي حاجه. فغالبا يعني صفقة جواو فيليكس هيبقى فيها فلوس كتيرة جدا من الهلال، ومش هياخدوا قصادها مردود عالي. فأنا شايف إن صفقة روميلو لوكاكو هتبقى واقعية أكتر. روميلو لوكاكو لعب في أندية كتيرة، لعب في إيطاليا، لعب في إنجلترا في كذا نادي، فشايف إن هو هيبقى ممكن يبقى أرخص، وهيبقى كمان مردوده أحسن في الملعب. لكاكا. الصفقة التانية بقى واللي ظهرت فجأة، اللي ظهرت من كام ساعة دلوقتي وانا ببص على التليفون، وهي نيمار. نيمار حاليا طلع الصبح كده وقال لباريس انا مش عايز اكمل، انا خلاص كده انا زي الفل قوي، انا مش عايز اكمل في باريس. فهو الراجل مشكلة، هو مش فكرة هيقعد ولا لا، هو فكرة هيروح فين. يعني هو دلوقتي ما قداموش غير وجهتين في وجهة نظري، برشلونة، تمام، يعني هي دي البداية، هتبقى برشلونة. ليه؟ لان هو برشلونه محتاجينه فعلا. يعني هو كان في كذا كلام ان هو عايز يرجع برشلونه، وبشده هو نفسه يرجع برشلونه تاني لسببين. اولا علشان خاطر هو عايز يلعب دوري الابطال، وعايز برضه فرصه على الكره الذهبيه. هو لسه برضه طمعان في الكره الذهبيه على فكره، هو اي نعم بيتصاب كتير، واي نعم بيستعبط كتير، بس هو نفسه في الكره الذهبيه، ونفسه برضه يلعب تاني في دوري الابطال بطريقه، او مش بطريقه اللي هو يبقى قدامه فرصه حقيقيه ان هو يكسب دوري الابطال. فبرشلونه عندهم الحافز والدافع، وعندهم بصوا كل الحاجات المعنويه، وتشافي اكيد محتاجه، لان هم الوينجرز مش عندهم، مش اقوى حاجه، مش اقوى بوزيشن عندهم الوينجرز، فهم محتاجين وش نيمار، ونيمار وش محتاجينه. بس الحاجه الوحيده بقى اللي برشلونه مش معاهم ان هم جيوبهم فاضيه، هم مفلسين. فهم المشكله يعني ما اعرفش هيعملوها ازاي طبعا، عشان هم السنتين اللي فاتوا ما حدش كان عارف جابوا الفلوس دي منين، بس هيقعدوا بقى يعملوا رافعات اقتصاديه ويبيعوا في النادي ومش عارف ايه. بس هنشوف. بس بلا شك معروف ان برشلونه عايز نيمار، ونيمار عايز برشلونه، بس هل الكلام ده هيحصل على ارض الواقع؟ هنشوف. الموضوع ده برضه هيبقى في ايد نيمار، علشان يعني برشلونه مش هيقدر على فلوس اللاعب ولا مرتبه. مين بقى اللي هيقدر على فلوس ومرتبه؟ الهلال.
الهلال هو اللي معاه الفلوس وهو اللي قادر يحدد مصير نيمار. هو برضو الموضوع ده هيبقى برضو في ايد نيمار، لو هو ناوي يضحي بالكام سنه اللي فاضلين له ان هو يلعب في اوروبا ويلعب في دوري الابطال ويروح يلعب في الهلال في السعوديه ويخوض تجربه السعوديه، ماشي، الموضوع هيبقى سهل. لان الهلال اساسا حاليا واحنا بنتكلم دلوقتي وحاليا الساعه 5 الفجر، ان رسميا الهلال قدم عرض رسمي لباريس سان جيرمان لضم نيمار. بس هل بقى الكلام ده هيحصل على ارض الواقع؟ هنشوف. بمناسبه باريس، صحيح، فيراتي، يعني في اخبار بتقول ان فيراتي رايح السعوديه، بس بكام بقى وفين في السعوديه وامتى؟ لغايه دلوقتي الكلام ده مش معروف ومفيش اي اخبار رسميه نزلت، بس هو بيقول ان هو عايز يروح السعوديه. بس يعني هجوم باريس، يعني ده بعد السنه، بعد الميركاتو ده هجوم باريس هيبقى فاضي بمعنى الكلمه. ميسي خلاص مشي، نيمار لو مشي سواء راح الهلال او برشلونه هيبقى مش فاضل غير امبابي. وامبابي طبعا يا رب، يعني ده اللي انا بدعيه يا رب، اكيد يعني اكيد انا بدعي له ان هو يروح الريال. فمعنى كده ان هجوم باريس سان جيرمان هيبقى مكون ما بين واحد اسمه راموس وديمبيلي واسينسيو، وده هيبقى هجوم ضحك الصراحه. بمناسبه بقى امبابي، لسه نازل برضو خبر من كام ساعه كده ان يعني كيليان امبابي رجع تاني التمارين الجماعية مع باريس سان جيرمان بعد مفاوضات ودية ما بينه وما بين إدارة باريس سان جيرمان. أنا شفت الخبر ده برضو جالي مغص. ليه؟ عشان افتكرت يعني إيه اللي حصل لي السنة اللي فاتت. افتكرت إيه؟ قعدت أقول لما كنت عمال بحلم كده وبشوفه لابس رقم 7، بس هو رقم 7 اتاخد دلوقتي. بس قعدت اقول يا امبابي، يا لهوي امبابي وبنزيما وفينيسيوس. وبعد كده افتكرت ان بنزيما مشي فقعدت اعيط. وبعد كده جيت ابص دلوقتي وعمال بشوف الاخبار بتنزل واحده ورا التانية، عمالين بيقولوا ان امبابي شكله هيجدد، شكله مش هيقعد في باريس، شكله مش رايح ريال مدريد، شكله مش رايح في اي حته. حصل لي بقى كده ايه، رجعت بالذكريات بقى كده لما شفت الفيديو ده وقعدت اعيط يعني. بصوا، انا بدعي من ربنا ان الكلام ده يطلع غلط، مش عشان حاجه، بس يعني ريال مدريد محتاجه امبابي وامبابي محتاج ريال مدريد. امبابي مش محتاج ريال مدريد عشان الفلوس لا سمح الله، يعني هو ممكن يقعد في باريس بقيه حياته ويأمن مستقبله ومستقبل عياله واحفاده ومستقبل فرنسا كلها. بس هي المشكله مش في فلوس، هي المشكله في حاجتين برضه نفس مشكله نيمار، في دوري الابطال وفي الكره الذهبيه. خدوا بالكم، هو مبابي وش عايز يعني ياخد الكرة الذهبية، ده اكيد، دي حاجة ما فيهاش نقاش، واكيد اكيد هو طمعان ان هو ياخد دوري الابطال، لان هو لغاية دلوقتي هو ما خدش دوري الابطال. هو لغاية دلوقتي هو بيلعب فيه وبينافس عليه، بس بينافس عليه مع باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان لغاية دلوقتي ما جات لهمش الفرصة الحقيقية ان هم ياخدوها، حتى لما كانوا بيوصلوا للنهائي كانوا بيخسروا من غلطات او من مستوى الفريق او بسبب مدرب او بسبب حاجات كتير. فهو امبابي هيموت ويروح لفريق اكيد فريق احلامه ده، يعني غير ان هو المفروض يعني قال زمان ان ريال مدريد فريق احلامه، يعني هو برضو عايز فرصة على الكرة الذهبية، ومفيش فريق هيساعده على ده اكتر من ريال مدريد او برشلونه. بس هو لو راح برشلونه ممكن يجي ليه جلطه، بس ده مش هيحصل ان شاء الله، هم معهوش فلوس فاهم، فهم مفلسين. خدوا بالكم كمان ان في دبابه نرويجيه كده قاعده عماله بتغتصب فرق الدوري الانجليزي، وشكلها داخله كده، يعني هي كسبت ثلاثيه مفيش السيزون اللي فات، وشكلها كده هتعملها وهتاخد الكره الذهبيه من ميسي. فايه يعني لو حصل الكلام ده مبابي برضه مش عايز يسكت، ما هو مبابي برضه ايه، هيموت هيموت عليها. فان شاء الله الكلام ده يطلع اشاعات بس، وايه يعني كلام دعايه كده، وان شاء الله يعني بعون الله كمان اسبوع ولا حاجه نشوف مبابي بيلعب جنب اخونا فينيسيوس. بمناسبه ريال مدريد، من يومين كده برضو قريت خبر اصابه تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لمده موسم كامل. بعد كده شفت الفيديو ده وقعدت اضحك. اما انت عليك حركات يا انشيلوتي يا عراب انت. واضح ان كامافينجا هيتعب معانا قوي السيزون ده، وشكله هيلعب بقى بديل لبنزيما بقى وبديل لكورتوا وبديل
لفيرلاند مندي وبديل. بص هيلعب في كل هو هينزل يدرب مكان انشيلوتي اصلا. بس يعني بعيدا عن الضحك يعني والهزار، حاليا اتاكد خبر ان ريال مدريد تعاقد مع كيبا اريزابلاجا لمده موسم غالبا اعاره من تشيلسي، علشان بس يعوض مؤقتا يعني كورتوا لغايه اما يرجع ان شاء الله بالسلامه وما يحصلوش اي حاجه، لان كيبا انا مش مطمن له خالص. وبرده في كلام يعني لا سمح الله ان ياسين بونو يعني هيبقى هو البديل، وهم هيحاولوا يتعاقدوا معاه بس عقد نهائي من اشبيليا، مش هيبقى اعاره ولا حاجه زي كيبا، لان كيبا هيجي برضو نص سيزون وهيرجع تاني لتشيلسي، وما اظنش ان هو هيبقى الحارس الاساسي لريال مدريد اكيد يعني. فانا شايف ان ياسين بونو هيبقى حاجه تقيله جدا، وشايف ان هو لو خد فرصه ممكن يبقى احسن من تيبو كورتوا. المشكله بقى اللي نرفزتني في ماتش ريال مدريد واتلتيك ان يعني اعلنوا برضو اصابه قدر ميليتاو بالرباط الصليبي، بس ده بقى مش معروف هو هيتصاب قد ايه بقى لغايه دلوقتي يعني. طيب يعني انت دلوقتي انت اصلا كان اوريدي عندك مشكله في الدفاع، ومشكله الدفاع دي بقالها كذا سنه، مش مثلا لسه ظاهره مؤخرا، لا دي بقالها كذا سنه من ساعه ما سيرجيو راموس ما مشي. يعني بدل ما تستغل الميركاتو ده طيب، والميركاتو المجنون وان اللعيبه كلها عماله تمشي ومش عارف ايه، بدل ما تستغله وتحاول تجيب مدافع او اتنين يشيلوا لك الدفاع، او حتى عيال شابه يعني تحاول تطلع فيهم المدافع اللي انت عايزه او محتاجه، لا انت بتدمر الدفاع اكتر بانك بتجدد لناتشو فرنانديز لمده سنه. يعني يخرب بيت الضحك. بصوا يا جماعه، انا واحد من اللي كنت بدافع عن ناتشو، والصراحه مش هكدب السيزونين اللي فاتوا كنت بتريق عليه، بس الصراحه الراجل بيظهر في ماتشات وبيدمرنا في ماتشات، وده ما ينفعش في ريال مدريد. هي دي الفكره، انت عايز مدافع اللي هو بديل سيرجيو راموس، المدافع اللي هيشيل لك الدفاع، المدافع القائد اللي يعني هيبقى المدافع المثالي. اصلا مشكله المدافع دي موجوده في اوروبا كلها، مش موجوده في ريال مدريد بس. من ساعه ما سيرجيو راموس ما خلاص الاضواء خفت عليه من ساعه ما راح باريس وكده، وما بقاش بيلعب كتير واصاباته كترت وكده، يعني من ساعتها انا ما شفتش اللي هو المدافع المثالي، او المدافع اللي يقدر يقود الفريق، يقدر يشيل الفريق حتى في اوقات صعبه جدا ما يقدرش يشيلها. شفنا نماذج بس لمده كام سنه كده وبعد كده بيختفوا تاني، زي فيرجيل فان دايك، لعب سنتين ثلاثه كده ظهر بمستوى خيالي، كسب مع ليفربول كل حاجه في خلال السنتين ثلاثه دول، بس بعد كده دلوقتي يعني حاليا بقيت شايفه مدافع عادي. عندك بونوتشي وكليني مثلا في ايطاليا في يوفنتوس، برضو ظهروا كام سنة بس بعد كده وقعوا وكبروا في السن. عندك بقى ناس تانية برضو زي تياجو سيلفا، زي كوليبالي، زي ناس كتيرة. فأنا شايف إن لغاية دلوقتي ما ظهرش الخامة بتاعت سيرجيو راموس، خامة المدافع اللي يقدر يشيل ويقود الفريق بتاع زي سيرجيو راموس. فلغايه ده ما يظهر يعني هتفضل مشاكل الدفاع موجوده. خلونا بقى نروح لكاتالونيا الناحيه التانيه في اسبانيا، وحاليا مفيش كلام كتير يعني في كاتالونيا. حاليا بقى في كاتالونيا مفيش اخبار كتيره يعني اخبار اللي هي ضجه كبيره، غير ان هم بيحاولوا يرجعوا نيمار، وممكن في كلام على جواو كانسيلو، بس هم شايفين ان جواو كانسيلو هيبقى حاجه مهمه، يعني صفقة ليها أهمية كبيرة جدا بالنسبة لهم وإن هم محتاجينه. بس حاليا بيب جوارديولا مش عايز يمشيه، هو شايف إن هو محتاجه، أو شايف إن هو هيحتاجه رغم إن المشاكل الكتيرة اللي حصلت ما بينهم، بس هو شايف إن هو هيحتاجه. وخلينا بقى نروح للدوري الألماني، وحاليا من مكاني هذا رسميا بايرن ميونخ يتعاقد مع هاري كين من توتنهام مقابل 120 مليون. الراجل اختار ان هو يضحي ان هو يبقى الهداف التاريخي للدوري الانجليزي كله علشان خاطر اخيرا يكسب بطولة. انا اسف حقك عليا والله، بس يا جدعان بجد الراجل ده والله صعبان عليا. انتوا متخيلين ان هو يعني فعلا بمعنى الكلمة كان ممكن في اول ماتش ليه يكسب اول بطولة ليه في حياته؟ يعني الراجل يا دوبك يعني بجد، لا ثانية واحدة بقى كده، الراجل صعبان عليه بطريقة غريبة. ده هم يا دوبك مفيش، بايرن ميونخ اعلنوا عن الصفقه من هنا قبليها بكام يوم وخلاص الراجل عمل كشف الطبي وخلاص ممكن يلعب معاهم في ماتش الكاس ده. اول ماتش ليهم خسروا 3-0 قدام لايبزيج.
اللي هي اصلا يعني اللي هي اصلا فرقه وماتش بيكسبوه كل سنه جايين يخسروه بقى السنه دي. يا جدعان انتوا متخيلين ان الراجل ده اخر بطوله لتوتنهام كانت في 2007 2008 تقريبا. هاري كين راح وصل توتنهام في 2009 انا فاكر. راح توتنهام في 2009. من 2009 لغايه دلوقتي الراجل ما كسبش ولا بطوله، توتنهام ما كسبتش ولا بطوله. فيعني بصوا ما تفهموش بقى اللعنه في توتنهام ولا اللعنه في هاري كين، ما تفهموش بقى فين، بس يعني الراجل بجد صعبان عليه بطريقه غريبه. احنا نقدر نقول بقى مبروك كده لدورتموند الفوز بالدوري الالماني. خلونا بقى نطلع بانجلترا كده على ليفربول يعني ومع كلوب، بس هو حاليا مفيش اخبار يعني غير على لافيا. انتوا عايزين نتكلم عن كايسيدو؟ لا كايسيدو خلاص راح تشيلسي. بس انتوا معرفتوش ايه الضحك اللي حصل. الضحك اللي حصل ايه بقى اليومين اللي فاتوا؟ ان خلاص يعني مفيش، ده من كام يوم بقى كلوب طلع في المؤتمر الصحفي بتاع اول ماتش، او مش اول ماتش، قبل الماتش بتاع ليفربول وتشيلسي بيومين ثلاثه كده، بيأكد ان كايسيدو خلاص موجود في ليفربول، وخلاص ان هو حجزوا مواعيد الكشف الطبي وخلاص الدنيا تمام ومش عارف ايه وخلاص مفيش اي حاجه، مفيش اي مشاكل. يقوم بقى عم كايسيدو بقى عم يعمل ايه؟ يقوم مثلا طالع كده ويقوم قايل لك ايه؟ انا ما بحبش العب باللون الاحمر، انا بحب اللون الازرق قوي، ما بحبش يلعب باللون ده. شايف اللون ده؟ ما مش بيحب. هو بيحب يلعب باللون ده. هو اختار ان هو يروح تشيلسي. الضحك بقى ان هو بدل ما يروح ب 111 مليون لليفربول راح ب 115 لتشيلسي تقريبا. يعني برايتون كده كانوا محتاجين ال 4 مليون الزياده دول، فاهم، يفكوا عمله ولا حاجه. ليفربول رفضوا، فقام ايه؟ قال لهم لا فاكس، انا بحب العب باللون الازرق اصلا. يعني ضحك وعبث والله العظيم. بس المهم يعني لو هنتكلم عن ليفربول، يعني بعد ما اتفرجنا النهارده على اول، يعني بصوا انا بالنسبه لي ماتش ليفربول وتشيلسي انا لسه كنت بتفرج عليه من كام ساعه. ليفربول وتشيلسي بالنسبه لي كان هو اول نص ساعه. انا اتفرجت على اول نص ساعه، بعد كده ما يعني كنت بحط الكوره دي في دماغي بالظبط يعني. ليفربول وتشيلسي انا شفت منهم نص ساعه من ليفربول اللي انا عايز اشوفها بقيه الموسم، بس ما شفتهاش تاني بقى. ما شفتهاش تاني بقيه الماتش بقى. كان يعني ماكاليستر وسابوسلاي وترينت، وخصوصا لما شفت بقى تغيير الخطه اللي كلوب عملها وبقى بيلعب ب 3-4-3 ودخل جاكبو في نص الملعب مع ترينت وماكاليستر وسوبوسلاي، والرباعي ده كان عامل حاجه قويه جدا. او ممكن نقول ماكاليستر وسوبوسلاي وترينت، لان جاكبو ما كانش في مكانه وما لعبش كويس، يعني ما شفتوش اول ماتش ده. بس يعني ماكاليستر وسوبوسلاي حاسس ان هم يبقوا صفقتين حلوين جدا، بس لو اتوظفوا صح وخرجوا من ضغط الدوري الانجليزي او من ضغط ليفربول، عشان مش عارف ليه حسيت ان هم لعبوا اول نص ساعه بفري كده، وبعد كده ايه لما تشيلسي جابوا الجون ليفربول اتدمر، وخصوصا بعد ما جابوا الجون التاني اللي طلع تسلل. بس حاليا تشيلسي كده يعتبر ان هم عملوا شويه صفقات حلوه يعني، وخصوصا ان احنا شفنا جاكسون وشفنا الصفقات الجديده اشتغلت النهارده. وبجد يعني مبروك لتشيلسي على انزو فرنانديز، بجد لعيب حلو قوي وفعلا يستحق ان هو ياخد احسن لعيب في المباراه النهارده. كان احسن لعيب فعلا في الملعب، دي ما فيهاش اي تفاهم. الراجل ده انا بحسد تشيلسي عليه فعلا بمعنى الكلمه. حاسس يعني ان انا ممكن اشوف من بوتشيتينو منافسه جامده جدا على الدوري الانجليزي السنه دي. خلونا بقى نروح على مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد اللي يعني وبكل حزن وبكل قهر جوه قلبي انا كمشجع برضو ليفربول، يعني اخبار حزينه جدا يعني، وبتحزني كمشجع ليفربولي من قلبي يعني والله العظيم. رحيل الأسطورة هاري ماجواير مرعب حراس مرمى مانشستر يونايتد إلى ويست هام. والله ده خبر حقيقي، راح تقريبا ب 30 أو 35 مليون يورو أو جنيه استرليني مش فاكر. بس مش ده المهم، المهم يعني إن هم خلاص خلصوا من المرتب بتاعه، خلصوا من اللعيب ده نهائي يعني. وحاليا في كلام برضو ان هم عايزين يخلصوا من سكوت ماكتوميناي، وبرضو عايزين يعني كانوا عايزين يودوه برضو ويست هام، بس مش عارف بقى إيه الكلام، لسه مفيش اي حاجه برضو رسميه. انا لسه نازل خبر مفيش من 10 دقايق من الاخ فابريزيو رومانو، ان اللي ما يعرفوش يعني ان ده مش وكيل اعمال، بس هو الاخبار هو اكل عيشه ان هو يقول اخبار اللعيبه ويقول اللعيب ده رايح فين وجاي منين، بس هو بيقول اول خبر وبيقول بقى خبر وثيق من الفوس يعني. بس المهم ان فابريزيو رومانو بيقول لك ان رسميا
الهلال بيحجز تذاكر الطيران وبيحجز الكشف الطبي لنيمار. مش هكدب عليكم، انا كواحد بشجع يا سلام، ده والله اهلا بيك يا اخي، ده السعوديه مرحب يا مرحب، ده انا اجيب لك الكبسه لبيتك يا ابني النفس، والله مش عايز اشوفك في الريال يا ابني، مش عايز اشوفك بتلاعب الريال يعني. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بجد يعني انا عايز اتكلم بس كلمتين كده في الاخر بره عن الكوره. عايز اقول بجد ان انا مبسوط والله العظيم ان انا رجعت، ومبسوط ان انا بتكلم، حتى يعني لو الناس اللي بيتفرجوا عليا مش كتير او قليلين، انا مش متضايق والله العظيم ومش زعلان. بس انا مبسوط ان انا اللي بقدمه على الاقل بيتشاف، او حتى بيتشاركوا ناس قليله، او على الاقل بقدم حاجه انا بحبها. فانا ده بجد انا مبسوط وسعيد يعني ان انا رجعت اقدم الحاجه دي تاني، لان انا كنت متضايق جدا ان انا وقفت الفتره الطويله دي كلها. بس الحمد لله دينا رجعنا، ويعني لسه قاعد لغايه دلوقتي، عشان طبعا اللي بيقعد لغايه دلوقتي بيبقى قليل قوي. اللي لسه قاعد لغايه دلوقتي يعني احب اقول لك يا ريت يعني تنزل تشترك معانا في القناه وتعمل لايك، علشان هننزل حلقات كتيره جدا الفتره الجايه. وما تنساش تشغل جرس التنبيهات علشان توصلك حلقاتنا الجديده اول باول. وما تقلقش، هتتابع حلقاتنا القديمه، عايز تتفرج عليها هي منظرها قذر وكل حاجه، بس لو عايز تتفرج عليها هتلاقيها برضو هنا. وكالعاده كان معاكم محمد ممدوح من برنامج مافيا كوره. سلام.